بشكل عشوائي. الشائعات خطيرة جدا، خطيرة. الشائعات تؤثر في الدول واستقرارها بشكل كبير، تؤثر. الشائعات لا تمثل إلا عندما يكون هناك شيء كويس جدا وعايز إن أنا أقلل من أهميته، أقلل من وضعه، فأطلق الشائعات عليه. كلنا شفنا على السوشيال ميديا في الفترة السابقة العديد والعديد من الشائعات، ومركز معلومات مجلس الوزراء رصد العديد من الشائعات التي تنشر ضد الدولة المصرية. لأن الدولة المصرية في الفترات السابقة حققت إنجازات كبيرة جدا، كان لها دور على المستوى الدولي، فبذلك كان هناك المتربصين للدولة المصرية في إطلاق الشائعات عليها، وإطلاق الشائعات على النمو الاقتصادي اللي بيحصل عندها، والتنمية العالية اللي هي موجودة فيها، والمشروعات والإنجازات التي تتم على أرض الدولة المصرية في ظل مناخ وفي ظل ظروف محيطة بنا في الإقليم كلها ملتهبة. فالشائعات ده شيء خطير جدا، الكلمة تصل في لمح البصر. ولذلك احنا بنوجه رسالة لكل من يستخدم السوشيال ميديا، ما تكونش سريع قوي وانت بتشير معلومة، ما تكونش واثق انها سليمة او غير صحيحة. تأكد من المعلومة انها صحيحة، تأكد من مصدر الخبر، بعد كده انشر. هذا ما تناوله الدكتور علاء من خلال هذه الندوة. دعونا نشاهد ما قال. الشائعات والحروب الرابع انه بيستخدم ليه وسائل التواصل الاجتماعي؟ اولا اي حد كده ممكن يقعد يكتب اي معلومه بسيطه الاستخدام، سهله التواصل ونقلها داخل الوطن وخارج الوطن، فيها جاذبيه تجذبك بعنوان شيق وبتاع كده تقرا، يدس السم في العسل، بعض الحقائق وجواها بلاوي سودا، واخد بالك، عشان يلعب بعقول الناس. فبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي دي عامل رئيسي من عوامل حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات اللي الدوله بتسعى لمواجهتها. مواجهتها بايه؟ بتنميه العقل الجمعي، الناس تبقى فاهمه وتبقى واعيه والمعلومات تيجي لنا من مصادرها. والدورات التثقيفيه ديت مهمه جدا سواء هنا او في اي